فيلمنا النهاردة بيبدأ في مملكة دون بروج واللي بيعيش فيها مجموعة من الفايكنج، وبنشوف أميرة صغيرة اسمها ميريدا واللي في عيد ميلادها بيهديها باباها الملك جوز هدية. ووقتها بتظهر مامتها الملكة إلينور اللي بتكون معترضة على القوس لأنه ما ينفعش إنه يكون هدية لبنت، لكن الأب ما بيهتمش برأيها وبيبدأ إنه يدرب بنته ميريدا على طريقة استخدام القوس. وبتفضل ميريدا تتدرب عليه لحد ما بيطير منها السهم لبعيد وبيقع في الغابة. ولما بتروح ميريدا علشان تجيبه بتسمع صوت غريب في الغابة وبيظهر لها ضوء شكله غريب جدا، فبتفضل ميريدا تجري وراه علشان تمسكه لكنه بيختفي. فبتروح ميريدا لأهلها وبتبدأ إنها تحكي لهم عن اللي هي شافته في الغابة، فبتفهمها مامتها إن في مقولة بتقول إن الضوء ده هو اللي بيرشدك لقدرك. ووقت ما هما بيتكلموا بيتفاجئوا كلهم بوصول دب شرير واللي بيبدأ يهاجمهم، ووقتها بتاخد الملكة إلينور بنتها ميريدا على الحصان بتاعها وبتهرب. وفي الوقت ده بيكون الملك فيرجس بيحاول إنه يدافع عن نفسه هو والجنود بتوعه، ولكن للأسف بتتسبب المعركة دي في إن الملك بيفقد رجله. وبتعدي سنين كتير وبنشوف الأميرة ميريدا بعد ما كبرت وبيبقى عندها 3 إخوات توأم، وبنشوف وقتها الملكة إلينور وهي بتقول لبنتها إنها الأميرة وإنها هتكون الملكة من بعدها وإنها لازم تخلي بالها من تصرفاتها. وبتبدأ إنها تعلمها إزاي تتكلم بوضوح وبتبدأ تعرفها كل حاجة عن مملكتها. ووقت ما هما بيتكلموا بتيجي جوابات للملكة إلينور اللي بتقول للملك فيجرس إن الأمراء كلهم وافقوا. ولما ميريدا بتحاول تفهم هما وافقوا على إيه تعرفها الملكة إلينور إنها خلاص كبرت وإن قادة القبائل التانية بيتقدموا لخطبتها علشان يجوزوها لأولادهم الأمراء، وإن كل قبيلة هتتقدم بأمير للمنافسة في المباريات اللي هتتعمل علشان يخطبوها. ولكن وقتها بتتضايق ميريدا وبترفض إنها تتجوز بالطريقة دي، فبتحاول الملكة إلينور إنها تقنعها وبتبدأ تحكي لها قصة قديمة عن ملك حكيم وعادل بعد ما كبر وقرر إنه يقسم مملكته بين أولاده ال4. ولكن وقتها الأمير الأكبر كان عاوز يحكم المملكة لوحده، وبسبب ده بتدخل المملكة كلها في حرب وفوضى كبيرة. وبتفهمها الملكة إلينور إن القصص دي مجرد دروس بتبين الحقيقة وإن الجواز مش نهاية العالم، وبتقول لها إنها لو ما وافقتش هتحصل حروب كتير جدا. بس ميريدا برضه بترفض، وفي الوقت ده بتوصل سفن القبائل لقصر الملك فيرجس علشان يتبارزوا قدام بعض لخطوبة الأميرة ميريدا. وبتروح وقتها الملكة إلينور وبتلبس بنتها ميريدا فستان الخطوبة اللي بتتضايق منه لأنه ضيق جدا، لكن مامتها بتتجاهل رأيها وبتقول لها إنه جميل جدا عليها وبتنصحها إنها تبتسم دايما. وفي الاجتماع بيعرف كل ملك بابنه الأمير وبإنجازاته قدام الملك فيرجس والملكة إلينور وميريدا. وفي الوقت ده بيبدأ قادة القبائل كلهم يتخانقوا مع بعض على خطوبة الأميرة ميريدا، بس فجأة بتوقفهم الملكة إلينور وبتعرفهم إن الابن الأكبر لكل قائد هو اللي ممكن يتقدم للمنافسة علشان يخطب الأميرة ميريدا، وإن كل أمير لازم يثبت جدارته وقوة استخدامه للأسلحة في المنافسة، وإن الأميرة ميريدا هي اللي هتختار التحدي بنفسها. ووقتها بتتدخل ميريدا وبتختار الرماية، لكن وقتها بتبصلها مامتها من طريقة تصرفاتها، فبتحاول ميريدا تتكلم بأسلوب أهدى وأرقى وبتعرفهم إن أول تحدي هيكون الرماية وبعدها بتبدأ المنافسة. وبيفشلوا كل الأمراء في رمي السهم في المكان الصح، فبتنزل ميريدا ساحة التحدي وبتعرف نفسها قدامهم إنها أميرة مملكة دون بروج وإنها بتتحدى إنها تصيب ال3 أهداف في المكان الصح. فبتحاول الملكة إلينور إنها توقفها لكنها بتفشل، ووقتها بتروح لها مامتها وبتاخدها على أوضتها وبتعرفها إن اللي عملته ده ضد القوانين وإنها أحرجت باقي الأمراء وإن في حرب هتقوم لو الأمور ما مشيتش بشكل طبيعي. فبتتضايق ميريدا جدا وبتحاول تفهمها إنها مش هتكون زيها وإن هي عمرها ما كانت موجودة علشانها، وبتقطع رسمة العيلة اللي على الحيطة بالسهم بتاعها. فبتتعصب الملكة إلينور من اللي هي عملته وبتاخد منها الرمح والقوس وبترميه في النار، فبتتصدم ميريدا وبتسيبها وبتمشي. وبنشوف الملكة إلينور اللي بتتضايق من اللي هي عملته وبتحاول إنها تطلع القوس من النار لكنها بتلاقيه اتحرق بالكامل. وبعدها بنشوف ميريدا وهي بتعيط وبتجري بالحصان بتاعها في الغابة، وفجأة بتقع ميريدا من على الحصان وبتشوف الضوء اللي هي شافته وهي صغيرة، فبتقرر تمشي وراه لحد ما بتوصل لكوخ صغير في الغابة. ولما بتدخله بتلاقي فيه ست عجوزة قاعدة بتنحت على الخشب، فبتعرفها ميريدا إن الضوء هو اللي وصلها لهنا. فبتطلب منها الست العجوزة إنها تتفرج على التماثيل الخشبية بتاعتها وتقول لها رأيها فيها. بس وقتها بتتفاجئ ميريدا لما بتشوف المكنسة وهي بتكنس لوحدها وكمان غراب بيتكلم. ووقتها بتفهم ميريدا إن الست العجوزة دي تبقى ساحرة الغابة وإن أكيد ده هو السبب اللي جابها لهنا وإنها أكيد هنا علشان تغير حياتها. فبتقول لها الست العجوزة إنها مش ساحرة وإنها لو مش هتشتري منها حاجة تتفضل
وبتبطل تمشي. فبتقول لها ميريدا انها هتشتريهم كلهم، وبتعرض عليهم السلسلة بتاعتها مقابل كل المنحوتات اللي عندها، وكمان تعويذة تغير بيها مامتها، ووقتها مصيرها هيتغير. فبتوافق الساحرة وبتبدأ انها تعمل تعويذة، واللي بتطلع في الاخر عبارة عن قطعة كيك. فبتستغرب ميريدا وبتسأل الساحرة ان لو مامتها اكلت قطعة الكيك دي هل فعلا هيتغير مصيرها. فبتقول لها الساحرة انها لازم تثق فيها، وبتطلب منها تنتظر المنحوتات اللي هتشتريها علشان هتوصل لها القصر بعد اسبوعين. وبعدها بتروح ميريدا للقصر بتاعها وبتدخل المطبخ علشان تحضر طبق الكيك مع كوباية الشاي لمامتها. وفجأة بتدخل عليها مامتها وبتعرفها انها كانت قلقانة عليها، وانها عرفت الامراء بكل حاجة، وان القرار في ايد ميريدا وانها لازم تفكر فيه. فبتديها ميريدا الكيك وبتعرفها انها عملتها مخصوص ليها. فبتاخد منها الملكة قطعة صغيرة وبتسيب الباقي في المطبخ. وفجأة بيختل توازن الملكة وبتطلب من بنتها ميريدا انها تاخدها للأوضة. ووقت ما هي ماشية بيشوفوها القادة التلاتة وبيسألوها هم هيعرفوا امتى الرد النهائي. فبتقول لهم انها تعبانة شوية دلوقتي وانهم هيعرفوا الرد قريب جدا. وبتطلع الملكة لأوضتها، ووقتها بتقع من على السرير من التعب. ولما بتروح ميريدا علشان تشوفها بتتفاجئ لما بتلاقي ان مامتها اتحولت لدب. ووقتها مامتها بتتخض جدا لما بتشوف خيالها على الحيطة، وعلشان تتأكد بتجيب مراية تشوف شكلها. ووقتها بتنهار ميريدا وبتقول لمامتها بالغلط ان تقريبا الساحرة اديتها تعويذة غلط. وبتحاول ميريدا تفهم مامتها ان ده مش غلطها وانها ما كانتش عاوزاها تتحول لدب. ووقت ما الملك بيصوب اسهم على مجسم دب بيحس ان في حاجة غريبة في القصر، فبيطلع للدور التاني وبيطلب من كل الامراء انهم يطلعوا وراه. وبتخرج الملكة إلينور من الأوضة، فبتحاول ميريدا انها تمنعها وبتفهمها ان باباها لو شافها هيحاول يقتلها. ووقت ما هما بيتكلموا بتيجي طباخة القصر اللي بتترعب اول ما بتشوف الدب، وبتطلع تجري بسرعة في القصر لحد ما بتوصل للملك اللي بيسألها عن اللي بيحصل في القصر. فبتصرخ الطباخة وبتقوله ان في دب في القصر. وفي الوقت ده بنشوف ميريدا وهي بتجري، واللي بتتفاجئ لما ما بتلاقيش وراها مامتها وانها جريت من طريق تاني ودخلت أوضة ولادها. فبتروح ميريدا بسرعة تفهمهم ان في ساحرة حولت مامتهم لدب، وانها محتاجة مساعدتهم علشان يقدروا يخرجوا من القصر. فبيعملوا حيلة لخيال جسم الدب على الحيطة وكمان صوته. وبيفضل الملك فيرجس هو وباقي القادة يدوروا في القصر كله لحد ما بيلاقوا خيال الدب. ولما بيطلعوا لسطح القصر بيقفلوا الأمراء الصغيرين الباب عليهم. ووقتها بتحاول ميريدا ومامتها انهم يهربوا عن طريق المطبخ. وبتودع ميريدا ومامتها الأمراء الصغيرين وبيطمنوهم ان هم هيكونوا في امان. وبينزل الملك وضيوفه وجنوده بحبل من على السطح لأرض القصر. وبتروح ميريدا ومامتها عند نفس المكان اللي لقت فيه الضوء، لكنها مش بتلاقيه هناك. وبتفضل ميريدا تنادي عليه علشان يوديها لمكان الساحرة. وفعلا بتقدر ميريدا انها توصله، لكنها ما بتلاقيش الساحرة هناك. ولما بتدخل ميريدا للمكان بتشوف حلة مضيئة واللي بيطلع منها ضوء على شكل الساحرة اللي بتقول لها انها راحت لمهرجان الصحراء وان هي مش هترجع منه غير على الربيع. وبتعرفها ان في حاجة مهمة هي نسيت تقولها لها عن التعويذة، وهي ان مع قدوم اليوم التاني هتتحول التعويذة من مجرد تعويذة مؤقتة الى تعويذة دايمة، الا لو هي فهمت المعنى الحقيقي لكلمة ان المصير ممكن تغييره. لكن ميريدا ما بتكونش فاهمة معنى الكلمة، فبتقول لهم الساحرة الكلمة مرة تانية وبتودعهم وبتختفي. فبتحاول ميريدا انها ترجعها تاني، وبتبدأ انها تحط كل التعويذة فوق بعض لحد ما بتنفجر الحلة وبيختفي الكوخ. وبتروح بعدها ميريدا هي ومامتها وبيناموا هما الاتنين في الغابة. وبتحلم ميريدا بنفسها وهي صغيرة لما كانت قاعدة مع مامتها. وبتصحى بعدها ميريدا من النوم وبتلاقي مامتها جايبة أكل مسمم وبتحاول تاكله. فبتحاول ميريدا تفهمها ان الأكل ده فيه سم. ترمي الملكة الأكل من بقها بسرعة، وبتاخدها ميريدا في جولة صيد بالرمح والقوس، وبتصطاد سمك وبتشويه. وبتحاول الملكة تصطاد سمك لنفسها لكنها ما بتعرفش. فبتروح ميريدا وبتحاول تعلم مامتها ازاي تصطاد، وبيفضلوا يجروا هما الاتنين ورا السمك في المية. ولما بتبص ميريدا على مامتها بتلاقيها كلت السمكة من غير ما تشويها. فبتفهم ميريدا طبيعة مامتها الجديدة كدب، واللي بعد ما بتخلص أكل بتسيب ميريدا وبتمشي. فبتلحقها ميريدا بسرعة وبتفضل تنادي عليها، لكن فجأة بتهجم إلينور عليها. فبتخاف ميريدا جدا وبتفهم ان مامتها ابتدت تتغير وبتبقى كمان دب من الداخل. وفي الوقت ده بترجع إلينور لصوابها، وبيتفاجئوا هما الاتنين لما بيشوفوا ضوء القدر ظهر من تاني، وبيقرروا انهم يمشوا وراه. وفعلا بيعملوا كده لحد ما بيوصلوا لمكان غريب وسط الغابة، وهناك بيشوفوا قلعة مهدودة. ولما بتروح ميريدا ناحيتها بتقع بالغلط جوه حفرة موجودة في الأرض، وبتبص لمامتها وبتطمنها عليها وبتقول لها ان دي ممكن تكون المملكة اللي هي حكت لها قصتها قبل كده. وفعلا بتشوف ميريدا منحوتة لتمثال موجود فيه 4 أمراء، واللي
وبيكون منهم أمير منفصل عنهم زي رسمة العيلة اللي هي قطعتها بالسيف بتاعها. ووقتها بتكتشف ميريدا إن التعويذة اللي اتعملت دي حصلت قبل كده لكن في زمن قديم جدا، وإن الأمير ده اتحول لدب بقوة 10 رجال. وفجأة بيظهر دب موجود معاها في الحفرة، ووقتها بتعرف ميريدا إن ده هو الدب ميردو اللي بيبدأ إنه يهاجمها. فبتضربه ميريدا بالرمح وبتمسك في إيد إلينور اللي بتنقذها وبتخرجها بره الحفرة، وبتوقع عليه حجارة من القلعة وبتاخد ميريدا على ظهرها وبتجري بيها. وبعدها بتروح ميريدا تقنع مامتها إنهم يرجعوا للقصر لأنهم لو مرجعوش هتفضل دبة للأبد، وإنهم لازم يصلحوا الرابطة اللي تمزقت بالكبرياء اللي الساحرة قالت لهم عليها واللي هي الرسمة اللي كانت على الحيط. وفعلا بيروحوا هما الاتنين عند القصر واللي بيلاقوه محاصر بالحراس علشان يحموه من الدب ميردو. وبتحاول ميريدا ومامتها يدوروا على طريقة يدخلوا بيها القصر. وبنروح بعدها لقاعة القصر واللي بنشوف فيها القادة الثلاثة اللي بيطلبوا من فيرجس انه يختار واحد من الامراء علشان يتجوز بنته ميريدا. فبيقول لهم فيرجس ان ولا واحد منهم جدير بيها، وده بيكون السبب في ان القادة يختلفوا. وبيقولوا له ان بكده التحالف اللي ما بينهم انتهى. وفي الوقت ده بتوصل ميريدا ومامتها على باب قاعة القصر، وهناك بيشوفوا القادة وهم بيحاربوا بعض. فبتفكر ميريدا في طريقة تمنع بيها الحرب دي علشان يقدروا يطلعوا له الأوضة. وفعلا بتدخل عليهم ميريدا القاعة وبتحاول تلهيهم علشان تدخل إلينور القاعة من غير ما حد ما يشوفها. ووقتها بتحاول إلينور تتسلل من ورا الحراس علشان تطلع للأوضة. وفي الوقت ده بتبدأ ميريدا تحكي لهم عن المملكة المفقودة وبتفهمهم إنها أسطورة حقيقية، وبتعرفهم إنهم لازم يكونوا قادة مترابطين وإنهم زمان كانوا بيتعاونوا ضد أي خطر بيهدد أراضيهم. وبتفكرهم كمان بالوقت اللي باباها اتحالف معاهم فيه وإنه عمل كده علشان يضم ما بينهم الحب والصداقة. ولما بتبص ميريدا لمامتها بتلاقيها بتحاول تفهمها بالإشارة إنها لازم تعرفهم إنها مش جاهزة للخطوبة وإنه ما ينفعش يرغمها على حاجة زي دي لأنها شايفة إنهم أحرار في كتابة القصص بتاعتهم. وفعلا بيتفقوا القادة الثلاثة على كلامها، وبتطلب ميريدا منهم ينزلوا علشان يحتفلوا كلهم. وبتطلع ميريدا بسرعة هي ومامتها للأوضة علشان يصلحوا الرسمة اللي على الحيطة. وبنشوف بعدها الملك اللي بيتفاجئ لما بيطلع أوضته وبيلاقي كل حاجة فيها متكسرة، وبيشوف كمان فستان إلينور وهو مقطوع ومرمي على الأرض. فبيبدأ فيرجس يدور على إلينور في القصر كله لحد ما بيدخل أوضة ميريدا، وبيتفاجئ بوجود إلينور قدامه وهي على شكل دب. فبيفتكرها الدب ميردو وبيبدأ يهاجمها. فبتحاول ميريدا تمنعه لكنها بتفشل. فبتبدأ إلينور تدافع عن نفسها وبتبعده عنها. فبيقع الملك على الأرض وبيخربش ميريدا بالغلط. وبتخرج إلينور بسرعة من الأوضة وبتحاول تهرب منهم بره القصر. ووقتها بتروح ميريدا لباباها فيرجس وبتقوله إن الدبة دي هي الملكة إلينور، لكن الملك ما بيصدقهاش وبيخرج وبيقفل الباب عليها. وبيخرج هو والجنود بتوعه من القصر علشان يطردوها. وبتفضل ميريدا تحاول تفتح الباب لكنها بتفشل. فبتنزل الرسمة من على الحيطة وبتدور على إبرة وخيط. وبتفضل ميريدا تعمل محاولات كتير علشان تخرج من الأوضة لحد ما فعلا بتنجح وبتقدر إنها تخرج. وبتشوف إخواتها الثلاثة اللي تحولوا لدبب هم كمان. فبتاخد ميريدا الرسمة وبتركب الحصان بتاعها وبتجري بسرعة في الغابة علشان تلحقهم هي واخواتها الثلاثة. وبنشوف الملك في الغابة هو وجنوده ومعاهم القادة بعد ما قدروا إنهم يحاصروا إلينور وربطوها بالحبال. وفي الوقت ده بتكون ميريدا وهي في الطريق ليهم بتحاول تكمل خياطة الرسمة لحد ما بتشوف قدامها الضوء. فبتمشي وراه لحد ما بتوصل لهم. وقبل ما الملك يقتل إلينور بتظهر ميريدا فجأة وبتمنعهم وبتطلب منهم كلهم إنهم يتراجعوا. وبتعرفهم إنها الملكة إلينور. فبيستغرب الملك من كلامها وبيتهمها إنها فقدت عقلها وبيصر إنه يقتلها. فبتدافع ميريدا عن مامتها هي واخواتها. وفجأة بيظهر لهم الدب ميردو وبيهاجمهم كلهم وبيحاول يقتل ميريدا. وأول ما إلينور بتشوفه بيقرب من ميريدا بتقوم وهي غضبانة من على الأرض وبتقطع الحبال وبتجري عليه بسرعة وبتهاجمه لحد ما بتوقع صخرة كبيرة عليه وبتموته. وفي الوقت ده بتطلع روحه على شكل ضوء الأمير الشرير وبتختفي. وفجأة بيشرق صباح اليوم التاني. فبتجيب ميريدا الرسمة بسرعة وبترميها على إلينور وبتنزل الشمس على الرسمة. وأخيرا بترجع إلينور لطبيعتها وبتقول لبنتها إن اللي حصل ده خلاهم هما الاتنين يتغيروا. وبيجري عليهم الملك وبيحضنهم. وبعد فترة بيرسموا على الحيطة رسمة جديدة لإلينور الدبة وبنتها ميريدا. وبتعيش بعدها ميريدا حياة سعيدة بعد ما فهمت إن القدر والمصير محتاجين شخص شجاع علشان يقدر يواجههم. وبكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد.